كلنا عارفين ان انت عشان تكسب فلوس من اليوتيوب لازم تعدي 1000 سبسكرايب وكمان 4000 ساعة مشاهدة. ودي بالنسبة لحد مبتدئ على اليوتيوب هي حاجة صعبة جدا. انا مريت بالتجربة دي وعديتها في خلال كمان سنة، وجاي اقول لك بعد ما تميت 10000 سبسكرايب ايه الحاجات اللي انا كنت فاكرها كويسة وما فادتنيش، وايه الحاجات اللي انا ما كنتش فاكرها كويسة وفادتني، وان المشاهدات القليلة مش مجهود ضايع ولا حاجة، هو استثمار ضروري للنجاح في المستقبل. اول ما بتبتدي على اليوتيوب وبتعوز تنزل فيديو بتلاقي 10 فيو، 20 فيو، 100 فيو، فبتحس ان انت فشلت او الفيديو بتاعك مش حلو او الناس مش حباه. ولكن اللي انت ما تعرفوش ان فيو واحد كفايه، واحد بس. انا هقول لك على تجربه انا مريت بيها شخصيا. انا قعدت سنه وخمس شهور تقريبا عشان افعل الربح على اليوتيوب، وكان عندي 2000 سبسكرايب وحققت ال 4000 ساعه. وفي الفتره اللي القناه بيتم المراجعه فيها عشان يشوفوا هيوافقوا ان انا اخد فلوس من اليوتيوب ولا لا، كنت بعمل حاجه على الجهاز وللاسف بالغلط مسحت القناه. انا كنت فاتح تابس على البي سي للقناه، للاسف كلهم حملوا في وقت واحد وجاب لي نوت فاوند، يعني مش موجود. تخيل بعد شغل سنه ونص انت مجهودك كله ضاع، وبعد ما خلاص وصلت لفكره ان انت هتحقق شروط اليوتيوب والحاجه اللي بتحلم بيها بقالك سنه ونص، انت في ثانيه ضيعت كل حاجه. وبالمناسبه هي القناه اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي دي، ولكن انا طبعا اتخضيت واترعبت وحسيت باحباط، ولكن والله من غير احباط. انا كان عندي فكره ان انا هعمل ده تاني، انا كده كده هعمله تاني. بس عارف انت احساس اللي هو دخلت على اليوتيوب وكلمت الدعم وقلت له انا القناه بتاعتي اتمسحت غصب عني ومحتاج ارجعها. دعم اليوتيوب طلب مني معلومات عن القناه بتاعتي انا ما كنتش اعرف انها لازم تكون معايا او انا عارفها. فبعد شات كبير مع دعم اليوتيوب حوالي ساعه ونص تقريبا او ساعتين، وصلت لان دعم اليوتيوب بيقول لي للاسف انا مش هقدر اساعدك. طبعا جالي احباط وخلاص، حسيت ان القناه مش هترجع تاني. ولكن كان ليا شخص دايما بيساعدني في الفيديوهات ودايما بيدعمني من ساعه ما ابتديت. الشخص ده لما عرف الموضوع ده قعد يدور على فيديوهات على اليوتيوب برضه، وفعلا جاب لي فيديو لقناه عليها حوالي 379 سبسكرايب، والفيديو نفسه كان وقتها عليه حوالي يعني مثلا تقول حاجه و90 فيو، حاجه كده. فانا طبعا محبط ومتضايق ومتعصب، فاللي هو ابعد عني، انا مش فايق للكلام ده، اكيد مش هعرف. ده انا مكلم دعم اليوتيوب نفسه، ودعم اليوتيوب قال لي مش هنعرف نساعدك ولا هنعرف نرجع لك القناه. الشخص ده قعد يزن عليا وافتح الفيديو معلش وامشي بالخطوات وبتاع، مش هتخسر حاجه. وفعلا رجعت القناه بفيديو فيه حاجه و80 او حاجه و90 فيو. رجعت القناه بتشانل موجود فيها 379 سبسكرايب، مع اني دخلت على كذا حد مشهور على اليوتيوب وفعلا ما استفدتش. القناه رجعت والتابس كلها اللي كنت فاتحها على الكمبيوتر كلها رجعت تحمل تاني وجاب لي القناه تاني. انا عارف انها ممكن تكون مشكله سهل ان انا كنت اعرفها، او لو اي حد تاني ممكن يكون عارف الخطوات دي، ولكن الفكره ان القناه دي نزلت فيديو بمشكله هي مرت بيها وحلتها معاك في الفيديو، والفيديو كله اصلا كان 38 ثانيه. فمشاهده واحده كفايه. مشاهده دي يعني شخص انت ما تعرفش الشخص ده انت فدته قد ايه. القناه دي ما نزلتش فيديوهات من 4 سنين، بس متخيل القناه دي ساهمت في ان التشانل بتاعتي توصل لحد 10000 سبسكرايب، واتمنى انها تكمل. القناه دي كان اسمها ام مروان، وانا بشكرك يا ام مروان، اتمنى تكوني شايفاني دلوقتي. وهو ده الشيء اللي انت بتعمل عشان الكونتنت اصلا، انت بتنقل تجربتك لشخص تاني بيمر بيها. فانت ما تزعلش من ال 10 فيو ولا 20 فيو ولا ال 100 فيو، دول 100 شخص، 20 شخص سابوا وقتهم وسابوا اهتماماتهم وقعدوا يتفرجوا عليك انت. وخليك مقتنع ان كل فيديو هو اختبار حقيقي ليك، اختبار في انك تتطور في الاضاءة، اختبار في انك تتطور في جودة التصوير، اختبار في انك تتطور في طريقة الكلام، اختبار في انك تتعود اصلا انك تقعد قدام الكاميرا. وخلي بالك المشاهد بيحس بكل ده. انا اتذكر في فيديوهات نزلتها اول ما بدات اتعود على القعده قدام الكاميرا، الناس فعلا بدات تلاحظ ان انا اهدى كتير قدام الكاميرا، وفعلا كانوا بيكتبوا لي في الكومنتات كده. والفتره اللي انت هتعدي بيها في المشاهدات القليله هو ده اكتر وقت مناسب انك تتطور فيه. وخليك فاهم ان انت عمرك ما هتوصل ل 100000 سبسكرايب ولا 200000 ولا نص مليون الا لما تعدي على السبسكرايب او العشرة او العشرين او الالف. كل الناس اللي انت شايفها ناجحه على اليوتيوب عدوا بالتجارب دي. اول ما ابتديت اتعلم سواقه في حياتي الشخصيه كان دايما اللي بيتقال لي ان السواقه مش هتتعلمها في يوم وليله، لا دي محتاجه ممارسه. هو اليوتيوب كده، اليوتيوب محتاج ان انت تقعد وتفتح الكاميرا وتقعد تتكلم.
اليوتيوب محتاج ان انت تطور نفسك ورا الكاميرا، ازاي احط اضاءه كويسه، ازاي اصور كويس، ازاي اتكلم، ازاي الصوت يطلع حلو، ازاي اكتب سكريبت كويس. وهتلاقي نفسك فيديو ورا فيديو بتتطور، وهترجع تشوف اول فيديو انت كنت عامله هتقول ياه انا ازاي نزلته كده، ازاي كلنا فيديوهاتنا الاولى وحشه، كلنا بلا استثناء. وبالمناسبه ان انا امسح اي فيديو على اليوتيوب دي حاجه بتضر القناه، فدايما هتلاقي الناس المشاهير او معظم الناس اليوتيوبرز ما مسحوش الفيديوهات بتاعتهم القديمه. فلو دخلت اي قناه ورجعت قوي هتلاقي نفس التجربه اللي انت بتمر بيها دلوقتي وهم مروا بيها مثلا من 5 سنين او 10 سنين. فكره انك تقعد قدام الكاميرا ومش عارف تقول جمله واحده وبعيد عن الكاميرا بتقولها، فهي دي خلي بالك حاجه طبيعيه، دي حاجه في الانسان. انا ممكن يبقى قدامي الكلام نفسه انا كاتبه بايدي، بس اجي اقعد قدام الكاميرا 4 5 كلمات مش عارف اقولهم على بعض. باجي اجي قدام الكاميرا مش عارف اتكلم، بتلخبط. دي حاجه طبيعيه جدا، وانت وشطارتك بقى في المونتاج بتشيل الكلام ده. ما ينفعش تطلع قدام الكاميرا محبط او حزين او عايز تنام. لازم تفصل حياتك الشخصيه عن القعده اللي انت قاعدها قدام الكاميرا. مفيش مغني بيروح استيدج قدام ناس وبيغني وهو حزين وعايز يعيط. حاول تشرب اي حاجه فيها كافيين قبل ما تطلع قدام الكاميرا. يعني انا دايما عادتي ان انا اشرب كوبايه قهوه قبل ما اصور، ولو تعبان مش هصور هنام لي كام ساعه افوق فيهم واصحى اصور. وانا من عادتي دايما بحب اصور في بدايه اليوم، لان دايما البني ادم بيبقى لسه صاحي من النوم عنده طاقه ايجابيه وقادر ان هو يبدع، لانها في الاول وفي الاخر هي شغلانه ابداعيه بحته. خليك دايما بتقدر جمهورك حتى لو 10 مشاهدات، دول جمهورك. بعد اسبوعين هيبقوا 20، بعد شهر هيبقوا 100. مفيش عماره بتبني باساس ضعيف، لازم يكون الاساس بتاعك قوي والناس بتحبك وفي ثقه بينك وبين ال10 دول اصلا من الاساس، عشان لما توصل ل1000 سبسكرايب وتوصل ل2010 وتلاقي في ثقه مبنيه بينك وبين الجمهور بتاعك. خليك دايما فاكر ان انت ما ينفعش توقف. حزين ما توقفش، سعيد ما توقفش، مشغول ما توقفش. شغلك واستثمارك لنفسك هو احسن حاجه. مفيش حد ما عندوش مشاكل، مفيش حد حياته مش احسن حاجه. كلنا عندنا بتجارب دايما بتقع فيها، ولكن اللي عايز اقوله لك ان الوقت ما بيرحمش. الوقت مش هيقف يعيط عليك يقول لك ايه ده محمد حزين فانا لازم استنى واوقف كده لحد الساعة بتعدي. اللي حصل حصل وانتهى خلاص، انت دلوقتي في الحاضر. خلي دايما عندك ايمان بربنا وان ربنا ما بيضيعش تعب حد نهائي. وخلي دايما المسابقة او المنافسة مع نفسك مش مع غيرك، لان اي واحد فاشل هو عدو نفسه. وعود نفسك ابتديت حاجة زي كده ما تتكلمش فيها، لان في حاجة في العقل البشري ان انا لو اتكلمت على الحاجة قبل ما اعملها خلاص بطبيعة الانسان بيهدى للحاجة، الشغف بيروح تجاه الحاجة دي. العقل بيحس ان انا لما اتكلمت في الحاجه دي اتجاه الشخص ده خلاص انا نفذتها او عملتها. فاوعى تتكلم مع حد، واوعى اول ما تعمل قناه وتنزل فيديوهات ابعت لده وابعت لده، لان دي حاجه مش كويسه. طبعا الانتشار سببه الاساسي الواتش تايم، او ان الشخص ده قعد في الفيديو فتره طويله. فانت بتتكلم عن كونتنت معين، كوره مثلا، فتروح تبعته مثلا لاختك اللي بتهتم بالميك اب، فهي هتخش على الفيديو مش هتكمل 10 ثواني وهتخرج. هي كده اذتك، لان اللي هيفيدك اللي هيخش على الفيديو يكمل فيديو للاخر، بلس ان اللي هيخلص الفيديو ده هيخش على فيديو تاني ليك لانه حب الكونتنت بتاعك. فاليوتيوب يعرف ان انت الكونتنت بتاعك كويس بالنسبه للجمهور، فيبدا يرشح الكونتنت بتاعك لناس اكتر. العنوان والصوره المصغره مهمين جدا جدا جدا. تخيل نفسك عامل فيديو حلو قوي والفاليو او القيمه بتاعته عاليه جدا، ولكن مش شادت انتباه الناس، محدش بيدوس عليه ويخش. انت لو مشيت في الشارع ولقيت علبه في الشارع شكلها قديم او مقطع او حاجه مش هتدي لها اهتمام وهتمشي، مع ان العلبه دي ممكن يكون جواها احدث مثلا ايفون او احدث تليفون في العالم، مش شرط ايفون. الحاجات بقى اللي كنت فاكرها انها هتفيدني وما فادتنيش، والحاجات اللي ما فادتنيش وفادتني، وهي انا كنت في الاول فاكر ان انا لما عاوز انزل كونتنت اتكلم عن اهتمامي انا، ايه الحاجه اللي انا بحبها. انت هتنزل عن الحاجه اللي انت بتحبها، بس النيش او الموضوع اللي انت بتحبه. يعني انا مثلا بحب الايفون فانا بنزل فيديوهات عن الايفون، ولكن الجمهور بيحب نوع ايفون معين فانا هجري على نوع الايفون ده. الجمهور مثلا اغلبيته بيحب الايفونات القديمه فانا هجري على الايفونات القديمه، مع ان اي حد عاقل هيخش المجال هيبقى يقول لك لا انا لازم اشتري احدث ايفون عشان اعرف لا، ادرس مجالك كويس
واعرف جمهورك عايز ايه. ودايما دايما الفيديوهات الناجحه بتبقى انت قدمت مشكله وحلها، او تجربه شخصيه انت مريت بيها وبتفيد بيها الناس. وفي النهايه شكرا على 10,000 سبسكرايب.